رئيس دورتموند يسعد جماهير ريال مدريد بشان بيلينغهام. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل أنت مع اعتقال جود بيلينغهام إلى ريال مدريد؟ شاركونا بالتعليقات. اعترف هانز يواخيم فاتسيكا رئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند بصعوبة الحفاظ على النجم الإنجليزي جود بيلينغهام في الموسم القادم، وذلك بسبب وجود اهتمام من كبار أندية أوروبا بالحصول على خدماته. ويقدم بيلينغهام صاحب التاسع عشر عاما أداء مميزا جدا مع بروسيا دورتموند هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى، وهذا معدل تهديفي رائع بالنسبة لمتوسط الميدان. ويعد ريال مدريد الأكثر اهتماما بالتعاقد مع بيلينغهام لتعويض نجم الكرواتي لوكا مودريتش، والذي شارفت مسيرته على الانتهاء. لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل اهتمام كل من مانشستر يونايتد وليفربول وباريس سان جيرمان بالتوقيع مع اللاعب. وأوضح يواخيم فاتسيكا أن النادي سيجلس للتفاوض مع جود بيلينغهام ومعرفة القرار الذي سيتخذه، وأكد على أن النادي لن يدخل في حرب لإجباره على البقاء لأنه غير قادر على منافسة العروض التي ستقدمها الأندية الأخرى. وقال فاتسيكا: سنجري محادثات بمجرد انتهاء كأس العالم في قطر لمعرفة ما يريده اللاعب، ما عليه سوى إخبارنا إن كان يريد البقاء والرحيل. في كلتا الحالتين سوف نتحدث عن الأمر بطريقة ودية ومعقولة. وتابع: بشكل عام يمكن التصور أنه يريد البقاء معنا، لكن لا يمكننا إنكار أن الرحيل أمر وارد. إذ قال لنا بيلينغهام: أريد خوض تجربة أخرى، فإن الأندية الأوروبية ستأتي من أجلي حتما، ولن نتمكن من التنافس معهم على الصعيد المالي. وانضم الشاب الإنجليزي صاحب التاسع عشر عاما إلى دورتموند في صيف عام 2020 قادما من برمنغهام سيتي بعقد يمتد حتى عام 2025، وتولى شارة القيادة في عدة مباريات بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وساعده مدرب المنتخب إلى تشكيلة إنجلترا التي ستشارك في مونديال قطر. ويرى دورتموند أن سعر 150 مليون يورو هو المناسب للاعب بسبب الأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق، وفي ظل رغبة جميع الأندية الكبيرة في التعاقد معه. حالة بيلينغهام هي الأقرب لإيرلينغ هالاند الذي رحل عن الفريق خلال الصيف وينافس العديد من الفرق الكبرى على ضمه، ولكن الاختلاف وجود شرط جزائي في عقد هالاند وهو لا يتوفر في عقد بيلينغهام. رغم أنه لم يصل إلى سن 20 من عمره، لعب بيلينغهام 112 مباراة في جميع المسابقات بقميص دورتموند، حيث سجل 19 هدفا وصنع 21. في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أصبح بيلينغهام ثالث مراهق يسجل في 4 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، ينضم إلى إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي. وعلى الرغم من ارتباط بيلينغهام بعقد مع الأصفر والأسود حتى عام 2025، غير أن العديد من الأندية الأوروبية تستهدف ضمه. متابعينا الكرام، شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.